اكتر الماتشات المتعبه اللي اتفرجت عليها. عشان كده الماتش ده بجد والمنتخب ده لازم نقول ان كل واحد في الملعب كان راجل وذكر وعمل كل اللي عليه، مش كل اللي عليه، عمل اكتر من اللي عليه بشويتين ثلاثه. اللعيبه النهارده ما كانتش يعني في الشوط الثالث والرابع ما كانتش قادره تمشي. زيزو النهارده طلع، زيزو اخر واحد كنت ممكن اتخيل ان هو ممكن يطلع هو والنني. زيزو طلع علشان مش ما كانش قادر يلعب، ما كانش قادر يمشي. زيزو حرفيا ما كانش قادر يتحرك، يعني ما طلعش غير لما خلاص كان ماشي بيجر رجله وراه. هو تعبان من قبلها بكتير. زيزو بص يا جدعان، بعيد عن اهلاوي وزملكاوي، انا زيزو النهارده بجد لعيب عيل رجوله. رجوله عمل كل اللي عليه، بيرفع شويه رفعات. لا زيزو بجد، زيزو حوار في حته ثانيه خالص. قبل ما نخش في الماتش في حاجه مهمه جدا انا عايز اتكلم فيها، يمكن انا الوحيد اللي خدت بالي منها. المعلق بتاع الماتش هو بجد، هو ده معلق يعني بي ان سبورت جايباه منين؟ انا تقريبا نمت 38 مره وانا بتفرج بسببه. هو ده مش معلق، ده اكيد مش معلق، ده مشجع عادي، مشجع وجايبينه يعلق. ما كانش عندهم حد يلا اقعد علق. مش طبيعي يا جدعان، ده ايه الملل ده؟ ده ايه ده انا من كتر ما هو بيعلق انا كان نفسي اعمل خلاص الشاشه ميوت، يعني خلاص كفايه وداني صنجت منك. ما يعرفش اي حاجه عن التعليق. هو ده بيشجع، هو بيحب البلد وبيشجع بس، يا ما يعلقش. اتمنى بان سبورت تعيد النظر في النهارده بقى. وبعد 60 سنه بنتاهل تاني لنص نهائي الاولمبياد. منتخب مصر الاولمبي بيتاهل للمره الثالثه في تاريخه لنص النهائي. اخر مره كانت من 60 سنه تقريبا، ما حدش فاكرها اصلا. وعايزين بقى نقابل، المفروض مستنيين الكسبان ما بين فرنسا والارجنتين. واحنا مش فارق معانا، هاتولنا اي حد، اي باللي شفته النهارده ده، بشوفتوا اللعيبه الرجاله دي، هاتولنا اي حد اللي هنطوله. انتوا عارفين هنعمل ايه، هندوس على وش اي حد. فرنسا، الارجنتين، او يعملوا ميكس بين الاثنين، احنا مش فارق معانا. بس بقى اللي انا الحاجه اللي خدت بالي منها مهمه قوي، كتير ما لاحظتش ان منتخب مصر هو بيلعب ان الناس بتشجع، اللي هو كبير بقى صغير اولمبي، الناس بتشجع بضمير. اللعيبه اجبرتنا ان احنا نشجعهم بضمير قوي قوي قوي. بقالنا كتير قوي ما حسيناش ان المنتخب بيلعب برجوله كده، بيلعب حلو. حتى وهم مش قادرين يقفوا بيلعبوا كويس، بيلعبوا ال 120 دقيقه. احنا لحد الدقيقه 118 119 احنا بنحاول على الجون عادي جدا. اللعيبه مش قادره تمشي، مش قادره تقف، مش قادره تتنفس وبتلعب. فاحنا اول مره من زمان قوي الناس كلها بتتفرج متحمسين. وبص يعني بيتعاملوا معاهم اشد ما بيتعاملوا مع المنتخب الكبير. المنتخب الكبير بيلعب، ما اعتقدش ان انا شفت اللي انا شفته النهارده دوت من زمان. هو احنا لو خرجنا من نص النهائي لا قدر الله، يعني انت بقيت متاكد 100% ان اللعيبه دي عملت كل اللي عليها وزياده. مش هتقدر تبقى زعلان منهم، مش هتقدر تقول ان واحد فيهم تخاذل، مش هتقدر تقول ان واحد فيهم يعني ما عملش اللي عليه او ان هو ما كانش تمام. لا، المنتخب باللعيبه بالمدرب بالجهاز كلهم عاملين اللي عليهم وزياده الزياده. حاجه بقى تاني فاجئتني قوي قوي قوي، احنا داخلين نشوط ضربات الجزاء. الحارس اللي واقف عندهم ده مش حارس صغير، ده حارس كبير. فاحنا داخلين تقريبا زيزو خرج خلاص، فما فيش غير النني بس كبير والباقي كله صغيرين. فانا حاطط ايدي على قلبي ان هو عندهم لعيبه خبره، واحنا انا ما شفتش المنتخب الاولمبي ده بيلعب ضربات جزاء قبل كده. فاللي هو يعني خلاص انا مش قادر بجد. ضربات الجزاء دي عدت عليا كانها 16 ساعه من كتر ما هي مرعبه بالنسبه لي. الحوار بقى ان احنا دخلنا نشوط ضربات الجزاء، بعيد طبعا ان حمزه علاء ده كان يعني رجوله الرجوله. حمزه علاء صد الضربه اللي خلتنا نكسب، يعني حمزه علاء ده يعني حوار حمزه علاء. بس بقى الحاجه التانيه ان احنا شوطنا الخمس ضربات جزاء وجبناهم الخمسه. انت متخيل؟ طب بعيد عن النني عشان النني كبير، في 4 من الصغيرين شاطوا، يعني كريم الدبيس وكوكا وحسام متيب عم مجيد ومين تاني، وفي واحد رابع وابراهيم عادل، كلهم شاطوا جابوا جوال. تقريبا ما فيش واحد فيهم بيشوط مع فرقته. يعني حسام ما اعتقدش ان هو بيشوط مع الزمالك، وطبعا كوكا ما بيشوطش مع الاهلي، وتقريبا برضو ابراهيم عادل ما بيشوطش مع بيراميدز. كل دول جابوها. احنا الخمس ضربات جبناهم الخمسه. ده بيدل على حاجه، بيدل الناس دي متدربه والناس دي مركزه والناس دي بتلعب وواثقين في نفسهم. 5 ضربات جزاء بتوصل لنص النهائي بسببهم. فبعيد عن حمزه علاء اللي هو اصلا حارس اسطوري باللي هو عمل، واحد يبقى داخل يشوط ببقى خايف. حسام عبد المجيد داخل يشوط خايف. انا عمري شفت بيشوط ضربه جزاء شاطها معلمه. لا معلمه. كوكا نفس الكلام، ابراهيم عادل نفس الكلام، الدبيس الدبيس ده انا خلاص انا قلت ضاعت والله. لا شاطها، ده ايه ده يا جدعان ده بجد والله. والنني طبعا يعني. فضربات الجزاء النهارده كانت حوار، بيدل ان اللعيبه كانت مركزه ومتدربه كويس قوي ومش خايفه.